بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي عاملين ايه؟ وحشتوني. بعد الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كلكم وحشيني طبعا، وانا والله العظيم انا محروقة اصور اي حاجة حزنا على اللي بيحصل في فلسطين. طبعا ما فيش حد فايق انه يعمل حلويات ويعمل اكل وشرب، وولادنا واهالينا وحبايبنا واطفالنا، واللي بيحصل اللي بيحصل حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا قلت بقى انا من زمان متاخره عليكم كده، فاعمل ايه بعد ما كنتش ناويه والله يعني. بس الحمد لله، وخفت على القناه يعني تحصل لها حاجه، فقلت ايه اعمل معاك الفيديو ده. هو رحت السوق النهارده ولقيت الخضار كويس ورخيص ومتناول الايد يعني وكده. بعد ما جبت باميه وقاعده بقمعها هي حتى، فقلت بقى اصور وكده. جبت اللهم صل على سيدنا محمد الطماطم. كان الكيلو ب20، دلوقتي بقى الكيلو ب10، جميلة جدا. والبتنجان جميل برضو، بتنجان بلدي وعروس وجميل. جبت 3 كيلو ب10، ده حاجة كويسة جدا. وجبت البامية كيلو ب20، جبت كيلو ونص ب30. وجبت كيسين فول، وجبت ملح، وجبت يعني حاجات اللي انا عايزاها. الهدف مش ان انا جبت ايه وما جبتش ايه، الهدف ان انا طلع عشان اقول لكم ان انا مش بصور حاجات كتير، وعشان خاطر اللي بيحصل في فلسطين انا محروقة اعمل، والامة الاسلامية متبهدلة ومنهانة وللاسف قاعدين بيتفرجوا. فربنا سبحانه وتعالى اقوى واكبر من الكل، ربنا هو المنتقم الجبار، ان الله على كل شيء قدير. ربنا قال ينصرهم وتقبل شهدائنا في الجنة في الفردوس الأعلى يا رب. وإيه، إن مع العسر يسر، إن شاء الله الخير جاي ونصر الله قادم. وغيابي عليكم كلكم حبايبي وحشيني والله العظيم، بفكر فيه يعني كتير. كلكم وحشيني، في ناس منكم كتير حبايبي وحشيني بفكر فيهم. بس أنا مش حتى ما بعلقش لأي حد لما بقى لي أعمل فيديو كده، زي ما قلت لكم زعل وحزن عشان فلسطين. طالبة منكم كل واحد، احنا مش قادرين نعمل حاجة، كلنا قاعدين بنتفرج. كل واحد يصلي ركعتين لوجه الله لنصرة فلسطين والأمة الإسلامية يا رب، اللهم آمين. صلى على سيدنا محمد. كل اشتياقي وحبي وتقديري للدكتور زين حبيبي، وسهام الفلسطينية حبيبتي يا سومة، أنا عايزة أطمن عليكي، أرجوك يا سهام لو أنت بتشوفيني أو أي حاجة طمنيني عليكي وعلى أسرتك الكريمة. ربنا يبارك فيكم كلكم وييسر لكم أموركم. واللي هي دلوقتي عاملة اسمها فلسطينية وأفتخر، طمنيني عليك يا سهام، طمنيني عليك، ربنا يبارك لكم وينصر الأمة يا رب، وييسر كل أمر إن شاء الله. وعليكم إن شاء الله بالدعوة والصلاة والصوم، وربنا يبارك لكم. عليك بالذكر والاستغفار والطاعة ولا إله إلا الله. احنا مش فيش حاجة في ايدينا نعملوها، كان إلا الدعاء، وده طبعا اسمى حاجة، ونصلي ركعتين من اجل نصرة فلسطين. اللهم صل على سيدنا محمد. الفيديو ده مش يمكن مش هادف لحاجة او كده، بس انا اتحركت اطلع اعمل بث مباشر، لان ربنا عالم انا زعلانة قد ايه. واتحركت اعمل فيديو فيه حلويات ولا فيه كيكات ولا فيه حاجة. مش قادرة بصراحة يعني. أنا عندي ابن أختي طفل، فكان عندي امبارح، فبقول له مش راضي ياكل فاكهة، بقول له اجيب لك حاجة ساعة، قال لي لا انا عامل مقاطعة. انا عامل مقاطعة يا طنط، انا مش باكل مش بشرب حاجة ساعة عشان اليهود. فلفت نظري ان هو اطفالنا يمكن مامته حزينة، بس احنا مش بنحب نوري الحاجات دي للاطفال. ولما بنلاقي مشاهد على النت او على التلفزيون بندور، عشان يعني هم ما يقدروش يتحملوا الحاجة دي. من مكاني هنا بحيي المدرسين المحترمين اللي بيفهموا الولاد وبعرفوهم دينهم وبعرفوهم الغيرة على إسلامهم. لما قال لي كده فرحت جدا بالمدرس، وفرحت جدا إن في وعي وفهموا الأطفال الدين بتاعهم وكده. الحمد لله، وربنا ينصرنا إن شاء الله، وينصر الأمة الإسلامية وينصر فلسطين، ويتقبل شهدائنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. بركة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم الذكر والاستغفار والطاعة، لأن ما دايم إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
معلش طولت عليكم، بس أنا من زمان ما طلعت لكمش، وانتوا كلكم حبايبي ووحشني، الكتاكيت بنحارب فيها ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعي تنسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.